عندي 3 أسلاك سلك اهو، وسلك تاني، وسلك تالت. هنخلي ده رقم 1 رقم 2 رقم 3. السلك الأولاني بيقول لي إن الأسلاك من نفس المادة ولها نفس مساحة المقطع، يعني نفس المادة ونفس المساحة، لكن الاختلاف في إيه؟ الاختلاف في الطول. ده هو 1 متر، وده هو 2 متر، وده هو 3 متر. طيب لما الاقي اسلاك بالشكل ده وطلب منك طبعا ان هم متوصلين على التوازي، قال لي لما توصلوا الثلاثه على التوازي كانت الار الكليه بكام؟ ب6/10 اوم. عايز بقى هو المطلوب بقى ايه؟ المطلوب لو وصلهم على التوالي تكون المقاومه بتاعتهم كام؟ يعني عايز اوصلهم بالشكل ده توالي، نوصل للار الايكوال تساوي كام؟ يلا بينا الحل. طالما كده المادة الثلاث أسلاك من نفس المادة والأطوال مختلفة والمساحة من نفسها، إذا الآر هتتناسب مع طول الأسلاك. يعني إذا الأولاني لو كان ب1 متر كأنه هفرضه إن هو ب1 آر، يبقى أنت موصله على التوازي أهو 3 أسلاك بالشكل ده. الثلاث أسلاك اللي على التوازي فيهم واحد منهم 1 آر، والتاني 2 آر، والتاني 3 التالت 3 آر. 3 آر ده همت لو جبنا قيمة المقاومة المكافأة بتاعتهم اللي المفروض قال لي إنها بتساوي 6/10، نعملها إزاي؟ نشوف. الواحد والاتنين كأنه 1 في 2 على المجموع ب3، يعني السلك اللي فوق ده هيقول إلى إن أنت عندك مقاومتين أهي كده كده. دي بكام؟ 2 على 3، ودي بكام؟ ب3. طيب الاتنين على 3 مع ال3 نجيبها ازاي؟ نحاول نجيبها تبقى 2 على 3 في 3 على 2 على 3 زائد 3. لعبة الأرقام بقى، الاتنين على 3 تبقى 6 على 3 فوق. طب والاتنين على 3 و3 على 3 تبقى ده هي بقيمة 11 على 3. التلاتة هتروح مع التلاتة تديك 6 على 11. ال6 على 11 دي المفروض بقيمة ار اللي بتساوي 6 على 10، لأنها بتساوي 6/10. ال6 هتروح مع ال6 تبقى الار بتساوي 11 على 10، تبقى قيمة الار بتساوي 11 على 10، يعني 1.1. خدهم بقى التاني وحولهم الى مقاومة على التوالي، يبقى انت هيكون عندك لما اخليهم على التوالي قيمة الواحدة فيهم ب1.1، بس خلي بالك ان واحدة فيهم بار والتانية 2 ار وواحدة 3 ار، يبقى انت هتحط 1.1 اهي، و1 و2 و2 و3 و3، تبقى 1.1 2 و2 3 و3. اجمع دول مع بعض هتحط 1.1 زائد 2 و2 زائد 3 و3 هتساوي 6.6 اوم. مسألة فكرتها عالية، ويا ريت نراجعها تاني مع بعض ونشوف الحل هيكون ازاي. شكرا ليكم.